أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن تفاصيل ماتش كورة مهم جاي في الدوري الإسباني. المعلومات اللي عندنا دي وهدفنا إننا نفصص كده المعلومات الأساسية عن الماتش ده ونشوف إيه المهم للمتابع. حسناً، خلينا ندخل في الموضوع على طول. أهلا بك. وفعلا ماتشات أول الموسم دي دايما ليها أهمية خاصة، مش مجرد 3 نقط وخلاص، لا، دي فرصة نشوف الفرق ناوية على إيه، نشوف التغييرات، الجاهزية للموسم الطويل إيه أخبارها. والماتش ده بالذات بيجمع بين فريقين وضعهم مختلف تماما. صحيح، المصدر بيقول إن المواجهة بين ريال مدريد، طبعاً غني عن التعريف، وفريق الريال أوفيادو، والمثير إنه جاي بدري قوي في الموسم، يعني في الجولة الثانية من الدوري الإسباني الموسم 2025. نقطة الجولة التانية دي مهمة جدا. الفرق بتكون لسه طالعة من التحضيرات الصيفية، لعبت ماتش رسمي واحد بس. ممكن تكون النتائج الأولانية ادت انطباعات، بس لسه في غموض شوية حوالين المستوى الحقيقي. الجولة التانية دايما بتكون اختبار، يا إما تأكد البداية الكويسة أو تحاول تصحح لو البداية كانت وحشة. بالظبط، مرحلة جث نبض لسه. والمصدر بيضيف معلومة أساسية تانية، إن الماتش هيتلعب على أرض ريال أوفيدو في ملعبهم استاد كارلوس تارتيري. وهنا بقى الموضوع بيبدأ يبقى شيق أكتر. فريق زي ريال مدريد بيلاقي نفسه في اختبار بره أرضه بدري. عامل الملعب ده ما ينفعش نعديه كده. كارلوس تارتيري معروف بأجواءه، حماس جماهيره ودعمهم الكبير لفريقهم. ولما فريق زي ريال أوفيدو بيستضيف نادي بحجم ريال مدريد، الماتش بيتحول لحدث كبير للمدينة والجماهير. والحماس ده ممكن يترجم لضغط كبير على الفريق الضيف، وفي نفس الوقت يدي دفعة معنوية كبيرة للاعيبة أوفيدو، خصوصا في بداية الموسم والطموحات لسه عالية. تقصدي إن الأجواء ممكن تأثيرها يكون مضاعف في الوقت ده بالذات؟ تماما. في نص الموسم مثلا الفرق الكبيرة ممكن تكون اتعودت تتعامل مع الضغوط دي، لكن في الجولة التانية الوضع ممكن يختلف. الفرق لسه بتدور على رتمها، الانسجام بين اللعيبة ممكن ما يكونش وصل لأحسن حاجة. فأي عامل خارجي زي ضغط الجمهور في ملعب صعب ممكن يأثر بشكل أكبر. المثير للاهتمام هنا هو إزاي التفاصيل دي ماتش في الجولة التانية بره الأرض في ملعب حماسي إزاي ممكن تشكل اختبار حقيقي لمدى استعداد ريال مدريد نفسياً وبدنياً إنه يبدأ الموسم بقوة. تحليل مهم، فكرة تفاعل الظروف دي مع توقيت الماتش. وبالنسبة للتوقيت، المصدر كان دقيق جدا فيه. الماتش هيتلعب يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025. يوم الأحد ده يوم كلاسيكي للماتشات الكبيرة في أوروبا، وده بيضمن مشاهدة عالية عادة. وتاريخ 24 أغسطس ده معناه إننا لسه في الصيف، وده ممكن يكون له تأثير برضو على حالة اللعيبة وظروف اللعب. ممكن نقطة الجو دي تكون عامل تاني. أما بقى ميعاد الماتش نفسه من المتابعين في مناطق مختلفة، هيبدأ الساعة 8:30 بالليل بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. ده توقيت كويس نسبياً لسكان منطقة المغرب العربي، مناسب للمتابعة بالليل. زي المشرق العربي والخليج، فالتوقيت هيكون 10:30 بالليل بتوقيت السعودية، العراق، اليمن، مصر، سوريا، الأردن، الكويت والبحرين. الدقة دي مهمة طبعا، بس اللي ممكن يلفت النظر هو تأثير التوقيت المتأخر ده نسبيا في بعض المناطق. لو ربطنا ده بالصورة الأكبر، فتنظيم جدول البث عشان يناسب أكبر عدد من المشاهدين حول العالم ده جزء أساسي من صناعة كرة القدم دلوقتي، خصوصاً للدوريات الكبيرة زي الإسباني. التوقيتات دي بتوضح قد إيه اللعبة والأندية زي ريال مدريد منتشرة عالمياً. بس برضو توقيت زي 10:30 بالليل ده ممكن للبعض إن الماتش هيبدأ متأخر قوي، وممكن ده يأثر على قرار المشاهدة المباشرة، خصوصاً لو تاني يوم شغل مثلاً. لكن طبعاً للمشجع اللي بيحب الكورة بجد، معرفة التوقيت الدقيق ده أساسي عشان يخطط للمشاهدة. الدقة هنا بتخدم الشغف ده. فعلا، هي معادلة بين الانتشار العالمي وسهولة المتابعة لكل منطقة. طيب، عرفنا مين هيلعب وفين وإمتى. السؤال بقى اللي دايما بيجي، هنشوفه إزاي؟ المصدر كان واضح هنا برضو، قال إن قناة بي إن سبورتس 2 هي اللي هتنقل الماتش. ودي يمكن أهم معلومة عملية لناس كتير. بي إن سبورتس هي الناقل الحصري للدوري الإسباني في منطقتنا، وتحديد القناة التانية ده معناه إنها هتكون متاحة على باقاتها الرياضية. المعلومة دي بتقفل دايرة التخطيط للمشاهدة، عرفت الميعاد ودلوقتي عرفت القناة، كان التركيز بس على القناة نفسها. مفهوم. طيب، يبقى نلخص بسرعة اللي طلعنا بيه من المصدر ده.
عندنا ماتش في الجولة الثانية من الدوري الإسباني موسم 2025 بين ريال أوفيدو وضيفه ريال مدريد على ملعب كارلوس تارتيري. الماتش يوم الأحد 24 أغسطس 2025 هيبدأ 8:30 مساء بتوقيت المغرب العربي و10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وأغلب دول المشرق والخليج. والمشاهدة المباشرة هتكون على قناة BN Sports 2. هل في أي جوانب تانية شايفاها مهمة من المعلومات دي؟ أعتقد إن المعلومات دي رغم إنها تبان بسيطة بس بترسم ملامح تحدي مثير. ريال مدريد بكل نجومه وتاريخه مطلوب منه دايما يكسب بغض النظر عن مين المنافس أو فين الملعب، لكن ريال أوفيدو بجماهيره على أرضه في بداية موسم جديد عنده كل الدوافع إنه يحاول يعمل مفاجأة أو على الأقل يقدم أداء قوي. الماتش ده مش مجرد 90 دقيقة، لأ، ده مؤشر مبكر ممكن يكشف شخصية الفريقين في الموسم الجديد. هل مدريد هيفرض سيطرته بدري بره أرضه ولا حماس كارلوس تارتيريري هيكون له كلمة تانية؟ هي دي الديناميكية اللي بتخلي حتى الماتشات اللي في أول الموسم ليها أهميتها. كده احنا غطينا كل النقاط الأساسية عنها بخصوص الماتش ده تحديداً: الفرق، التوقيت والمكان، والقناة الناقلة. تماما. وكفكرة أخيرة كده نسيبها للمستمعين يفكروا فيها بناء على اللي اتقال، بس ده بيطرح سؤال مهم. بما إن الماتش في الجولة التانية بس وفي ملعب معروف بصعوبته زي كارلوس تارتيري، إزاي نتيجة الماتش ده أيا كانت ممكن تأثر على الحالة المعنوية للفريقين في الأسابيع اللي جاية من الموسم؟ يعني هل ممكن نتيجة إيجابية لأوفيدو تديهم دفعة قوية، أو هل تعثر محتمل لمدريد يثير شوية شكوك بدري حوالين الفريق؟ هي مش مجرد 3 نقط وخلاص، ممكن تكون نقطة انطلاق نفسية مهمة للموسم كله.